السلام عليكم ومرحبا بكم. معكم ام وليد المسانيه. وصفتنا نتاع اليوم تقنت الفرينه، الوصفه الاصليه التقليديه بدون اضافات، تجي بزاف بنينه وما تجيش حلوه، وجبتها لكم اليوم بمقادير مضبوطه. تبعوا معايا طريقه التحضير. انا راني ماشيه نعمل في لاكوكوط، واللي تعمل كميه قليله تعمل في كاسرونه، بصح لازم تكون ثقيله. عندي هنا 2 كيسان تاع الزيت ما يعادل نص لتر، وعندي 125 غرام زبده ما يعادل 3 معالق كبار. نبداو هما الاولى نعملوهم هايدا ونعملوهم فوق الغاز، من بعد عاده نزيدو الفرينه. هيا شوفوا، نجيبوا هاد القابصه تاع 250 غرام ونحيو منها نصف الكميه، واللي ما تعرفش تعمل 3 معالق كبار. انا الاولى كنت عمرتها بزاف، بصح كي تعملوا نتوما بالمعلقه عملوا 3 كبار. كيما راكم تشوفوا هذيك الفرينه ما راني لا محمصتها لا والو. هاد الوصفه التقليديه نتاع زمان كانوا يعملوها بلا ما يحمصوا الفرينه، وهي اللي تجي بزاف بنينه خير من اللي تحمصوها. ونعملوا هذيك لاكوكوط فوق الغاز حتى كي نشوفوا هذيك الزبده كامل دابت، وبدا هذاك الخليط هذا اللي عملناه يغلي. كي تشوفوه يغلي خليو الغاز على نار متوسطه وحسبوا له 5 دقائق. حنا نحتاجو غير الزيت طيب معنا شويه هي وديك الزبده، ونبداو نزيدو في الفرينه. نعملو هايدا 2 كيسان تاع الفرينه يكونوا معمرين مليح، ونخلطوهم هايدا مليح عاده باش نبقاو نزيدو. شوفوا انا هاد الكميه تاع نص لتر تاع الزيت و125 غرام زبده دخلت معايا 6 كيسان فرينه. هايدا نزيدو الكاس الثالث والرابع ونخلطوه. هنا كيما نعملو 2 كيسان نخلطو. هايدا نخلطو مليح حتى تدخل معانا مليح هذيك الفرينه في هذيك الزيت والزبده. وفي هذه المرحله هنا لازم تنقصوا على الغاز على نار قليله، تخليوها على نار قليله وتبداو هايدا تخلطوا، ونعاود نمشيو نزيدو الفرينه اللي باقيه. هاد الوصفه راني جبتها لكم بمقادير مضبوطه، هنا ما لازمش تزيدوا الفرينه وما لازمش تنقصوا. شوفوا هنا كي زدت الكاس الخامس والسادس، شوفوا هنا كي نشفت معايا وتكورت. هنا ما تخافوش كامل منها، دوك تولي هايدا يابسه عاود بوحدها تعاود تولي تنطلق. هنا نشفت معنا هايدا على خاطر شربت كامل هذاك الليدام، وما تخافوش كامل منها. مع التحريك المستمر راح تعاود تولي في القوام اللي رانا نحوسو عليه. هايدا نقعدو غير نخلطو فيها، والغاز دائما يكون على نار قليله. وهنا بعد ما كنت خلطتها 5 دقائق شوفوا القوام تاعها كيش بدا يولي. ها ودا هنا بدات تطلق روحها، تعاود تبقى تخرج في هذاك الليدام اللي كان فيها. هنا ما تخرجش كميه بزاف، صح كميه قليله، هذاك الليدام هو اللي يعطيها هذيك البنه. هايدا تقعدوا تخلطوا. شوفوا هاد التقنته تجي بزاف 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 بنينه، بصح شويه تعيي في التخلط تاعها. هنا علاش قلت لكم عملوها على نار قليله، باش اللي تعيا تحبس شويه تعاود تولي تخلط. وكي تكونوا تخلطوا شوفوا هذاك الليدام تحسوه باللي عاود بدا يخرج منها. هايدا نقعد نخلط حتى طيب معايا هذيك الفرينه كامل ونتحصل على اللون اللي راني حاباته. هنا لازم تحصلوا على اللون البني الغامق. كيما راكم تشوفوا هنا ما عملت فيها لا سكر لا مكسرات لا حتى حاجه. هنا حتى كي طيب معانا وتوجد معانا ونخليوها تبرد مليح، عاده نمشي نزيد فيها المكونات التاليين اللي نعملوه. شوفوا هنا بعد ما وجدت معايا، شوفوا هذا هو اللون اللي نتحصل عليه بني غامق. هايدا باش تجينا بنينه، وهذاك اللون تاعها تاني يجي شباب. وهنا راني طفيت عليها الغاز، بصح راني نخلط فيها باش هذيك السخانه تاع لاكوكوط ما تجيش تحمرها لي في الجناب ومن التحت. هايدا نخلطها حتى نحسها تفات، ونبلع عليها بالغطاء نتاعها ونخليها حتى تبرد معايا. هنا ما تخليوهاش هايداك، عملوا هذاك الغطاء باش هذاك الليدام يطلع معانا من الفوق. ونشوفوها من بعد واش نعملوا فيها المكونات الاخرين. بعد ما خليتها بردت مليح، عندي هنا كاس سكر غلاس، كاس قوقاو محمص ومطحون، نص كاس حلوة الترك. شوفوا لي هنا النتيجه نتاعها كيفاش جات. هذاك اللون جا ما شاء الله، وهذاك الليدام طلع لها من الفوق جات تهبل تهبل. نمشيو نزيدوا لها هاد المكونات باش نزيدوا لها البنه اللي رانا نحوسوا عليها. عندي هنا معلقه تاني نتاع الجلجلان محمص هايدا، واللي يحب يعمل الكوفريت اللي يحب يعمل اللوز، كل واحد والذوق تاعو. بصح الوصفه الاصليه والتقليديه نتاع زمان كانوا يعملوا غير هاد المكونات.
نعملو هداك السكر كلاص مع القوقاو والجلجلان ونخلطوهم مليح هايدا حتى ندخلو كامل هداك السكر كلاص. واللي تحبها حلوه تزيد تعمل 4 كاس واحد اخر نتاع السكر كلاص. بصح انا مداك راني ماشيه نعمل فيها حلوه الترك، ما نحبش كي تجيني عاود تقهم حتى ما نجموش ناكلوها. بهاد المقادير راح تجي الحلاوه تاعها معتدله وتجي بزاف بزاف بنينه. ونعاود نزيدو هداك نص كاس تاع حلوه الترك ونخلطوها مليح مع هادوك المكونات الاخرين. ايضا نضغطوا عليها غير شويه. هنا ما حبيتش نخلطها بزاف مع المكونات الاخرين في الاول باش كي ناكلوها يبقى هذاك الذوق تاعها مع هذيك التقنته اللي يزيد لها بنه بنينه. شوفوا لي هنا القوام تاعها كيفاش جات بزاف بنينه. ان شاء الله كامل تجربوها وتعجبكم هاد الطريقه. وهنا كاخر مرحله نمشي نعمل هايدا معاكم في طبق التقديم ونزينوها مع بعض. وهنا كل وحده وطريقه التزيين اللي تحب تعمل بها، واللي ما تحبش تزينها تعملها غير هايدا في طبسي وتخليها بهذا الشكل، غير تسقمها مليح هايدا بالمعلقه وتخليها كيما اللي راها العمده على البنه. حنا بكري كنا نعملوها غير هايدا، ما كناش كامل نزينوها. وهاد التقنته تنجموا تعملوها هايدا في لي بواط وتعملوها في الفريجيدار ولا تخليوها هايدا برا، ما راهاش ماشيه كامل تفزد معاكم. غير كي تجيو تقدموها تخلطوها مع هذاك الليدام اللي عاود يطلع معاها من الفوق. انا جبت هنا محلوه الترك اللي كانت باقيه معايا شويه مثلها هايدا في الجناب، ونزيد حبيبات تاع اللوز هايدا بهذه الطريقه. واللي تحب تخليها هايداك تخليها كل وحده والطريقه اللي تحب تعمل بها. شوفوا لي هنا الشكل تاعها كيفاش جا بسيط وجا شباب بزاف. نمشي نعاود نعمل هذاك الطبسي الزاوج. هنا عندي كميه تاع الفويتين. هاد الفويتين تاني يزيد لهاد تقنته قرمشه وبنه روعه. نعملو هايدا حتى هو في الجناب. شوفوا كل وحده وكيفاش تحب تعمل. وعندي هنا اللوز ايفيلي نمشي نعمل به هايدا وريضات، نزيدو نغيرو في الشكل شويه. وهذا هو الشكل النهائي نتاع تقنته. شوفوا كيفاش جات تهبل، جات خفيفه ورطبه وجا فيها هذاك القرمشه نتاع القوقه والجلجلان، زاد لها تاني واحد البنه روعه. ان شاء الله كامل تجربوها وما تندموش. وهذه هي حبيباتي، ان شاء الله نكون فدتكم في هذا الفيديو نتاع اليوم وتكونوا تبعتوني خطوه بخطوه باش تنجحوا في هذه التقنته وتجيكم بزاف بنينه. وما تنساوليش جام وابوني، والى فيديو قادم ان شاء الله. سلام.